يا مساء السكر، مساء الرضا عليكم. النهارده هنعمل وصفة في منتهى السهولة وفي نفس الوقت في منتهى الجمال. حلوة جدا جدا وسريعة ولا مكلفة ولا أي حاجة، اقتصادية جدا وهتعجبك وتعجب اللي عندك في البيت. ومش هتاخد وقت معاكي خالص. ممكن تتاكل سخنة وممكن تتاكل باردة، وعلى فكرة وهي باردة طعمها حلو جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده، هي مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، وطعمها حلو جدا جدا. الفطيرة دي بتتباع بره كده بشيء وشويات. احنا عملناها بأقل التكاليف وبأبسط الطرق، طريقة سهلة جدا مش تاخد منك وقت خالص خالص ولا اي مجهود. حل سهل وسريع، تقدري تقدميه في اي عزومة في اي مناسبة، تعمليه كده وتقدميه لعيالك. حلو جدا جدا. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعنا السهلة السريعة بقى، نسمي بسم الله كده ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة معانا. طبعا زي ما انتم متعودين، لفة الجلاش بتاعتي من عند الخباز او من عند الكنفاني. انتوا حفظتوا بقى. غسله الرخامه كويس جدا. ورقه الجلاش ديت عايزه اقول لكم جميله جدا وبتورق معاكي. يعني لو انت هتعملي جلاش باللحمه اي حاجه تانية بتدي كتير كده، وورقتها نظيفه وحلوه مش بتتكسر معاكي بسهوله. وكمان بعد ما تستوي معاكي بتبقى حلوه جدا جدا. هندهن كل رق كده سمنه، شويه من السمنه، مسحه كده من السمنه او من الزبده معاكي، وهنطبقه بطريقة بسيطة وسهلة جدا. يعني مش محتاجة اي فزلكة ولا اي حاجة، بدون اي تعقيد خالص، هتعمليها بمنتهى السهولة. وعايزة اقول لكم كده، هو زي الفيديو بالظبط، يمكن زيادة عن فيديو 15 دقايق كمان. يعني هي سهلة وبسيطة خالص. انا مسرعة الفيديو جدا. هي برضو ما خدتش معايا اي وقت، انا قمت كده فكرت فيها عملتها بسرعة. عايزين حاجة حلوة وزي ما بقول لكم بتتاكل سخنة او باردة. نلف بقية الطبقات معانا كده بالشكل السهل البسيط ده، واكون مولعه الفرن جنبي على درجه حراره 200، يعني على درجه حراره عاليه. جبت صينيه دهنتها كده من السمنه معايا، وهرص فيها القطعه بتاعتي، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 200. نشوف بقى مع بعض التطبيقه السهله السريعه دي. خلاص كده انا عملت على قد القطع اللي معايا او على قد حجم الصينيه. القطع الموجوده هرصهم في الصينيه وخلاص هتدخل الفرن. ونشوف تاني خطوه معانا، هتبقى برضو سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. خلاص 4 قطع كده معايا دخلتهم الفرن على درجه حراره عاليه. هنعمل بقى الشربات او اي حاجه كده اللي هنسقيها بيها. على فكره ممكن تخرج من الفرن تسقيها عسل ابيض او شربات اللي هو التقيل ده، وهيبقى معاكي جلاش كده طعمه حلو جدا. انا سقيتها بقى باللبن، معايا كوبايتين لبن، حطيت عليهم 3 معالق من السكر. اللبن دافي او سخن عادي مفيش اي مشاكل. وقلبته كده كويس، وهستناها اول ما تطلع من الفرن هسقيها بيهم على طول واغطيها، وتشوفوا معايا النتيجه. زي ما شفتوا طبعا النتيجة في اول الفيديو جميلة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه. فطيرة سهلة وسريعة مش هتاخد معاكي اي وقت، ممكن تقومي حالا تعمليها. زي ما انتوا شايفين الجمال كده بعد ما طلعت من الفرن، متحمرة كويس جدا من فوق ومن تحت زي بعض. هسقيها واغطيها عقبال ما تتشرب اللبن بتاعها، وخلاص على كده. زينيها باي حاجه موجوده عندك، جوز هند، زبيب، ما تزينهاش سكر بودره، اي حاجه. هي خلاص كده خلصت. هغطيها وتتقدم في الطبق زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو باي تزيين عندك، وممكن ما تزينهاش خالص. لو كان الفيديو عجبكم حطوا لي لايك واشتراك وسبسكرايب للقناه.